ولطالما نادينا كثيرا بأننا هنا في قطاع غزة لدينا مشكلة في المقومات والمقدرات، فيجب أن نفكر كثيرا خارج الصندوق كيف يتم تشغيل أبنائنا داخل قطاع غزة. وأنا قبل أن يبدأ الباحثين الأكارم في عرض أوراقهم العلمية أقول لكم أن لدينا، وأنا شخصيا طبعا لدي خبرة متواضعة في مجال العمل الحر، حيث أننا أنا وفريق جله من الجامعة الإسلامية أنشأنا أكبر شركة عمل حر في فلسطين، وهي شركة اعمل بلا حدود، منذ الانقسام الفلسطيني حتى نستطيع أن نوفر الأعمال في العمل الحر، إيمانا منا بأنه يجب أن نجد أعمالا خارج قطاع غزة لخريجينا. لذلك أود أن أذكر أن لدينا طاقات جبارة تضاهي الطاقات في العالم، وأنا أقول لو فتحت لنا الأبواب وهيئت لنا الظروف ووفرت لنا الإمكانيات البسيطة، أعتقد بأننا سنكون في مصاف الدول المهمة في موضوع الIT والبرمجة والعمل الحر. أنا أذكر أننا تلقينا عرضا في الشركة لعمل عبر الفضاء، طبعا لعمل حوكمة وبرنامج متكامل لإحدى الوزارات السعودية. طبعا الذي حصل على هذه المناقصة هي شركة برمجة أمريكية ونشرتها على الفضاء، وبفضل الله سبحانه وتعالى أبنائنا خريجين هنا في الجامعات الفلسطينية. وأنا لا أخفيكم سرا، وليعذرني إذا كان حدا من خارج الجامعة، أن أكثر المبدعين في مجال البرمجة هم خريجو الجامعة الإسلامية، وأنا مسؤول عن هذا الكلام لأنني أنا كنت أشاهد ذلك في الشركة، كيف هؤلاء المبدعون استطاعوا أن يحصلوا على هذا العرض ويقوموا ببرمجة هذا النظام. لكن للأسف الذي أخذ الاسم والختم هي شركة أمريكية، لكن بتنفيذ غزاوي هنا داخل قطاع غزة. لذلك يجب علينا، وأنا لا أريد أن أدخل في الأمور الشرعية وأقول فقط يجب أن نمتلك مهارات العمل الحر كي نستطيع أن نعيش بكرامة إن شاء الله ونوفر أدنى وأبسط مقومات الحياة. وأنا أقول لكم إخواني وأخواتي، لدينا في الشركة خريجين ما زالوا يدرسوا في الجامعة ويتلقوا رواتب، أنا لا أريد أن أقول الأرقام لكنها عالية جدا من وراء العمل الحر. لذلك الآن العالم يجب أنه إحنا نوفر مقابلة للخريج أو للإنسان الذي يمتلك المهارة والذي يوظفه هي الشركة الخارجية. نحن وسطاء في هذا المجال، لكن الذي نشاهده أنهم يسألوا عن الشهادة الجامعية وربما لا يسألوا عنها. الآن العالم يبحث عن المهارة، يبحث عن المهارة. أنت في ميزان العمل الحر ما تمتلكه من مهارات. لذلك هذا فرض علينا، ليس فرضا شرعيا أنا أقول، لكن فرض علينا أن نتدرب ونقوي مهاراتنا من أجل أن نمتلك هذه المهارات المهمة، وأنا أعتقد أنها لن تحتاج منا جهدا كبيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل خريجينا وكل طلبتنا في الجامعة الفلسطينية وفي الجامعات الفلسطينية من أجل أن يكونوا روادا في هذا المجال وفي كل المجالات. وموضوع العمل الحر هو لا يقتصر على أي تخصص، هو مفتوح لكل المجالات. نبدأ إن شاء الله في هذه الجلسة المهمة التي تتضمن 5 أوراق علمية في مجال أو 3 أوراق علمية وقصتي نجاح في صلب العمل الحر. ونبدأها إن شاء الله مع الأستاذ الدكتور مجدي سعيد عقل والدكتور حسن سلمان المشراوي في الورقة البحثية بعنوان آليات تعزيز استخدام العمل الحر عبر الإنترنت لدى طلبة التدريب الميداني في كلية التربية. أرجو ألا يتجاوز العرض عن 8 دقائق.